الناس اللي بيكون معاها 4 أو 5 كروت وواقفه تسحب بيهم لوكشه واحده كلهم مره واحده من الATM، ومش هاممهم بقى الناس اللي وراهم. ممكن بس معلش لو ما فيهاش اساءه ادب نفسح مجال لو لقيت طابور وراك، يعني لو ما فيش حد وراك يا عم اعمل اللي انت عايزه على المكنه ان شاء الله تقف للصبح، بس لو في ناس وراك انت كده بتعطلهم، وفيهم ناس كبيره في السن وفيهم ناس وراها مشاوير ومستعجله ومحتاجين القرشين اللي يسحبوهم دول. وانا متفاهم والله ان ممكن دي كروت معاش او كروت مرتبات بتاعت ابوك او امك او حد من عيلتك مش قادرين ينزلوا، بس معلش ممكن تبص على الطابور اللي وراك واستأذنهم انك تخلص معامله وواحد يعدي وتخلص معامله تانية وواحد يعدي وهكذا عشان نمشي الدنيا، حته ذوقيه كده. والاسخن بقى اللي بلاقيهم بيعملوا ايداع بمبلغ كبير كانه لا امه اللي تايهه منه ومش سايب المكنه غير لما يحط كل الفلوس. انت نفسك لو واقف ورا حد بيعمل كده اكيد هتتضايق وتنفخ وتقول له انجز نفسك يا عم، فاللي ما ترضاهوش على نفسك ما ترضاهوش على الناس. انا متاكد لو قلت لكم احكوا لي عن المواقف اللي بتحصل عند السحب او الايداع في الطوابير قدام الATM هنموت كلنا من الضحك مش الضحك. ابهروني في الكومنتات. سلام عليكم.